السلام عليكم ومع فيديو جديد على قناتي وقناتكم عواشركم بروكا ومع سلسلة تحضيرات رمضان. اليوم بغيت نتقاسم معكم بإذن الله نوع من المعسلات بديل الشباكية وحسن حتى من الشباكية. إلا كنتي كتصعب عليك تشباك فهاد الفيديو مهم لك، كتجي شيشة مرقة معلكة وشاربة العسل، وغنعطيكم جميع الأسرار ديال المحترفين باش ما تنشف لكمش من العسل واخا تبقى معكم مدة أطول، وكذلك باش ما يتقطع لكمش العجين. فتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى النهايه لانه كل مليء بالاسرار باش نجح معكم هذه المعسله. فكنتمنى الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم تشجعوني بلايك وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق، واذا مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا جرس الانذار باش توصلوا بجديد الفيديوهات. نخليكم مع تتمه الفيديو وفرجه ممتعه. ونبدا اختي على بركه الله. عندنا 600 غرام ديال الدقيق الابيض نوعيه جيده، دقيق خاص بالحلويات، معلقه صغيره ديال الملحه، 2 حبات حتى 3 من المسكه حره مدقوقين مع القليل من السكر سنيده. ما نكثروش هنا المسكه الحره كيف ما كنعرفوها كتقصح، حنا فقط هنا محتاجين نحصلوا على المذاق ديالها. معلقه كبيره ديال النافع اللي محمص غير شويه في الفران ومطحون مزيان ومغربل في الصفايه رقيقه، معلقه صغيره ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال الزنجلان خضر يكون مطحون، 5 غرام من خميره الحلويات، وغادي نضيف لهم صفار بيضاء، نص كاس ديال العنبه خليط ما بين الزبده دايبه وزيت الزيتون. انا هنا استعملت ثلث كاس ديال العنبه ديال الزبده لابريري اللي ذوبتها وزولت منها الحليب، يعني ما يعادل 5 المعالق كبار، وضفت ليهم 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون باش كيعطيونا نص كاس ديال العنبه. بالنسبه لزيت الزيتون البنات راه كتجي رائعه في هذه الوصفه، وكيف ما كنعرفوا زيت الزيتون كترطب. 2 معالق كبار ديال الخل، وغادي نخلط هاد العناصر. بالنسبه لهاد المعسله يا البنات راها كتجي رائعه ولذيذه بزاف، يعني غير تبعوا معايا فقط النصائح لان غنعطيكم اسرار باش تنجح معكم من اول تجربه. هنا كنخلط هاد العناصر مزيان وغادي نضيف ليهم كاس ديال العنبه مع مرش ديال الماء الزهر. وبالنسبه للماء الزهر اللي يكون نوعيه جيده باش لان حتى داك الا كان ماء زهر زوين الريحه ديالو راه كيعطينا المذاق زوين في هذه المعسله. هنا غادي نبدا نجمع بالماء يكون ماء الصنبور، يعني غير تدريجي. هنا ما كنضيفوش الماء دفعه واحده، كنبداو نضيفوا هنا الماء غير شويه بشويه، خاصنا نحصلوا على واحد العجين اللي كيكون ما قاصحش بزاف وما يكونش في نفس الوقت مرخي، يعني عجين اللي كيكون شاد راسو وكنحصلوا عليه عجين في نفس الوقت يعني لين. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا ما كيلتصقش بالانيه. وبالنسبه للقياس ديال الماء، يعني داك الكاس ديال العنبه هذا القياس هو اللي بقى لي منه، وانتم كيبقى دائما على حسب نوعيه الدقيق اللي غادي تستعملوا. بالنسبه لداك الزبده البنات اللي كندوبوها، يعني كندوبوها وكنزولوا من هذاك الحليب كيف ما لاحظتوا معايا، يعني ما تستعملوهاش بالحليب. هنا باش كنستعملوا داك القياس يعني ديال الكميه ديال الدهون اللي خاصها تدخل في هذا العجين. بالنسبه ملي كندوبوا داك الزبده كنزولوا منها الحليب كتعطينا، كناخذوا منها ثلث الكاس ديال العنبه. الكاس اللي كيوزن 150 غرام، يعني انا هنا خديت 50 غرام، ثلث الكاس ديال العنبه خديت 50 غرام ديال الزبده دايبه مزوله منها الحليب، ما يعادل اللي ما عندهمش الميزان 5 المعالق كبار ديال الزبده دايبه، يعني كل معلقه كتوزن لينا 10 غرام كتعطيني 50 غرام. كنكمل لها باش نكمل نص كاس ديال العنبه كنضيف ليها 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، يعني كل معلقه حتى هي كتوزن 10 غرام، يعني كتعطيني 50 غرام ديال الزبده و30 غرام ديال زيت الزيتون، هي 80 غرام نص كاس ديال العنبه. هنا كنشكل منهم 21 كره وكنغطيهم بالبلاستيك هنا غير باش ما كيتكون لياش داك القشره، ومباشره كنخدم بهم على سطح العمل اللي كنرشوا بدقيق المايزينا، وكذلك كنرش الكره من الاعلى بدقيق المايزينا. يعني حتى هذا راه سر من الاسرار البنات باش كتنجح لينا هذه المعسله وكتجينا مورقه. يعني هنا ضروري البنات ما ترشوا يعني كميه مهمه ديال المايزينا على كل كره، يعني على سطح العمل والفوق من الكره. يعني كنبدا نطلقهم بهذا الشكل هذا، يعني شكلهم دائرات او لا هكا مستطيل هكا بحال اوفال، يعني القياس اللي بغيتو نتوما. كنعاود ناخذ الكره الثانيه وبنفس الطريقه كنطلقها على سطح مرشوش. كنأكد وكذلك ملي كنكمل كل كره ملي كنكملهم كنطلقهم، يعني ما بين كل وحده كنحط وحده على وحده، نحط 3 ما بين كل وحده كنعاود نرش المايزينا من الاعلى.
كنفرقهم عاوتاني بالمايزينا. انا غادي نكمل، يعني عندي كل 3 كنحطهم بوحديتهم، يعني انا هنا استعملت البنات 21 كره، يعني غيعطيوني 7 في 3 21. وبنفس الطريقه غادي نطلق الكرات اللي بقاو ليا، يعني كنبدا نوضع 3 على 3، يعني كل 3 كنحطهم بوحديتهم تنكمل داك 21 كره. تبعوا معايا البنات الفيديو يعني حتى النهايه، لان هناك اسرار باش ننجح معكم هذه المعسله تجيكم مرقه وتجيكم هشيشه، وباش ما يتقطعوا لكمش هاد الوراق. يعني ضروري تبعوا معايا الفيديو حتى النهايه، لان اسرار كثيره ومهمه باش ننجح معكم هذه المعسله من اول تجربه ان شاء الله. يعني عندنا هنا يعني النجاح ديالها كيبقى في العجين، القوام ديالو، كذلك ملي كترشوا عليها المايزينا، كذلك طريقه الطهي ديالها راها مهمه بزاف باش ما تقطع لكمش الورقه، كذلك حتى العسل حتى هي راها مهمه في النجاح ديال هاد المعسلات. ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو ديال العسل، ان شاء الله غنحطو لكم حتى هو، مازال ما نزلتوش في القناه، عاد غادي ننزلو لكم. عندي فيديو قديم راه بغيتو تلقاوه، راه عندي في القناه حاطه، وني غادي ننزل لكم عاوتاني فيديو هذا العام ان شاء الله. هنا كنبدا نطلق داك 3 د الكرات، يعني ودائما كنتاكدوا من السطح د العمل يكون مرشوش بالدقيق، وكنرشوا كذلك من الاعلى. هنا كنبداو نطلقوا كل 3 د الكرات بوحديتهم، يعني كنبداو نطلقوهم دفعه واحده. هنا خصنا نحصلوا البنات على واحد السمك اللي كيكون رقيق، حتى هذا سر من الاسرار، يعني ما نخليوش داك السمك غليظ، كنحصلوا على سمك رقيق صافي. هنا كنبدا نفرقهم كيف ما كتلاحظوا معايا، راه كيتفرقوا معنا بكل سهوله، لان دقيق المايزينا راه كيلعب دور مهم باش ما كيتقطعوا ليناش هاد الوريقات وكيتفرقوا لينا بكل سهوله. هنا غادي نفرقهم، وانا غادي نكمل هاد العمل ديالي يعني حتى النهايه ديال هاد الكرات هادو، وغادي نفرقهم كاملين، عاد نمروا باش غادي نطيبوهم. تيقوني انا هاد المعسله كنفضلها حتى على الشباكيه، كتجي مذاق الشباكيه وحسن تحب الشباكيه. صافي هنا من بعد ما طلقتهم كاملين، هنا كندير الطاجين على نار اللي كتكون مهيله يا البنات، يعني النار كيف الشمعه. كنحط الكره الاولى، انا هنا كيف ما لاحظتوا معايا طلقتهم على شكل هكا، على شكل عطيتهم مربع. انا كنوضع الكره الاولى ومباشره كنقلبوها، ما كنخليوهاش البنات كطيب، راه دغيا غير كنصهدوهم، خصهم غير يتصهدوا، يعني كنشمعوهم مباشره كنقلبوها. الا خليتوها كطيب مده طويله راه اكيد كونوا متاكدين بانها ملي تكونوا كطويوها راه تتقطع لكم، ملي تكونوا كتقطعوها كذلك تبقى تقطع لكم، يجيكم الكسور بزاف. يعني انا كننصحكم يعني ملي توضعوها على الطاجين، انا هنا راه قلبت الطاجين، يعني مباشره كتقلبوها وكديروها مباشره كذلك في المنديل وكتغطيوهم، يعني باش كيتصهدوا وباش كيعرقوا لنا مزيان وباش كيبقاو هكا محافظين على ديك الرطوبه ديالهم. مباشره كنقلبها كيف ما لاحظتوا معايا، ما تخليوهاش مده طويله على الطاجين، والنار تكون مهيله، كنأكد النار تكون مهيله. انتما كيف ما كتلاحظوا معايا راه دغيا كنحيدها، ما كنخليهاش مده طويله. كنتمنى نكون انني وصلت لكم الشرح وتكونوا فهمتوني مزيان. وكناخذ 3 ديال الوريقات وكنوضع هكا ورقه على ورقه، وما بين كل ورقه ورقه كندهن بخليط ديال الماء والدقيق هكا باش كنضمنوا ان داك الوريقات كيلتصقوا ببعضياتهم باش ما كيتفتحوا ليناش ملي كيكونوا هكا كيتقلاو. يعني كذلك غندهن الورقه الثانيه وكنضغط، قبل ذلك كنضغط باش كيلتصقوا لينا هاد الاوراق. كذلك غادي ندهن حتى الورقه الثالثه من الاعلى، وغادي نطوي بهذا الشكل هذا كيف ما موضح معنا هكا في الصوره. يعني هنا ضروري يعني خصكم تحتاطوا مزيان بهاد الوريقات، يعني ما تطيبوهمش هكا بزاف على النار، يعني ضروري تخليوهم هكا رطبين وطريين. يعني هنا ملي كنكونوا كنطيبوهم غير كنصهدوهم كيف ما لاحظتوا معايا، لانهم الا مشيتوا حتى طيبتوهم بزاف كيقصحوا لكم. وملي كتبغيو تطويوهم على هذا الشكل هذا كيف ما لاحظتوا معايا هنا في الصوره كيبداو يتقطعوا، يعني هنا كيف ما لاحظتوا معايا انا ما كيتقطعوا لياش، يعني ملي كنطويهم نتوما لا طيبتوهم بزاف راه كيبداو يتقطعوا لكم، ملي تكونوا كطويو كيتقطعوا ما كيعطيوكمش الطوع لا في الطويان ولا حتى ملي كتبغيو كتشكلوهم. يعني بنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل هاد الوريقات كاملين، من بعد غادي نمر باش غادي نقطعهم. انا هنا ما غاديش نقطعهم بشكل مائل، غنقطعهم هكا في اتجاه واحد، لانني انا هنا بغيت نحصل على دوائر كيف ما كتلاحظوا معايا.
يعني كنقطعوهم، يعني ما نقطعوش داك السمك هكا يكون غليظ بزاف باش ما يعذبوناش، ما يكونوا هكا ما يجيوناش عاليين وما يعذبوناش في القلي. هنا غادي نقطع كل قطعه نقطعهم هكا القطع هكا، ومن بعد غناخذ كل قطعه وكنحاول انني نشكلها هكا بيدي على شكل دائري. هي الا مشاو تفتحوا لكم لاحظتوا ان في النهايه ديال الشريط ديال هاد الدوائر تفتحوا لكم، كتعاودوا تاخذوا هكا شيته اولا بالاصبع ديالكم كدهنوا داك النهايه ديال الشريط هكا باش ما يتفتحوا لكمش، ما تكونوا كتقليوهم. وغادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل هاد الشرائط كلهم اللي عندي. وغادي نمروا الان باش نقليوهم مباشره. يعني هنا كناخذ واحد المقله اللي كنوضع فيها الزيت، كنخلي الزيت ديالي حتى كتسخن باش عاد كنوضع فيها هاد المعسلات كيتقلاو. يعني هنا كتكون الزيت ضروري سخونه، الا وضعتوهم في الزيت كتكون بارده راه كيبداو يتفتحوا لكم. يعني هنا كتكون العافيه عندي اقل من المجهده والزيت كتكون سخونه. هنا كنبدا نقليهم لانهم دغيا كيتخطفوا كما كتلاحظوا، راه دغيا كيتلونوا، يعني احتاطوا منهم، يعني دغيا تقلبوهم. كنخليهم حتى كياخذوا لنا لوين ذهبي. يعني هنا لاحظتهم دغيا قربوا يطيبوا. هنا كنمر باش كنزول داك القليه الاولى من العسل وكنوضعها هكا كتستقطر. يعني هنا كيف ما غتلاحظوا معايا، يعني هنا كنخليهم غير كيذهبوا لينا، يعني ما نحرقوهمش، كنخليهم غير كيذهبوا. يعني كيف ما غادي نوضح لكم هكا الصوره امام الكاميرا عن قرب، يعني كناخذوا هاد اللوين هكا ذهبي، لاننا ملي كنوضعوهم في العسل راه كيعاودوا ياخذوا لينا لون اخر، كيزيدوا يتلونوا. يعني كما لاحظتوا معايا راه يدي هكا ويدي هنا ويدي هنا، يعني كنحضي داك كنحركهم هكا في العسل وكنزولهم من العسل ملي كيقربوا القليه الاخرى طيب. يعني وكنحضي الاخرين اللي كيكونوا كيطيبوا كنبدا نقلبهم، يعني يعني نردوا بالنا معاهم. يعني يدينا هنا ويدينا هنا، يدينا في العسل نحيدوا هذيك اللي الا شفناهم قربوا يطيبوا كنحيدوا داك القليه الاخرى من العسل، وهذوك كنبداو نقلبوهم، يعني ما نخليهمش يتحرقوا. وبالنسبه للنصيحه، يعني حتى اللي كتنجحي لنا هاد المعسلات كذلك، يعني حتى العسل يعني تكون العسل مخدومه مزيان وطيبه مزيان. وغادي نحط لكم الرابط، غادي نحطها لكم قريبا في القناه. وبالنسبه للعسل البنات، من واحد السر من الاسرار باش كينجحوا لكم هاد المعسلات وكيجيوكم شاربين العسل وما كينشفوا لكمش، العسل البنات ما تسخنوهاش، العسل هي كندفيوها، غير كندفيوها فقط المره الاولى، ومن بعد ما كنعاودوش نسخنوها. راه حنا ملي كنوضعوا في هاد المعسلات ملي كيكونوا سخانين من الزيت وكنوضعوهم مباشره في العسل راه هما اللي كيسخنوا لينا العسل. يعني وهاد النصيحه وهاد السر راه ما كيعطيوه لكمش المحترفين. المعسلات ديال اليوم بالمذاق ديال الشباكيه وحسن حتى من الشباكيه، كتجي لذيذه هشيشه مورقه ومعلكه، والاهم من هادشي كله انها كتجي شاربه العسل وما كتنشف ليناش، واخا تبقى معنا مده اطول. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، والى عجبتكم كيف العاده كنتمنى تلايكيو وتبارطاجيو لا فيديو عبر المواقع التواصليه ومع احبابكم هكا باش يوصل لعدد كبير من المشاهدين. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مع فيديو وصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.